ما ينفعش تبقى راجع من الشغل تعبان ومجهد ومش شايف قدامك تقوم تروح الجيم، يعني ما ينفعش. احب اعرفك يا صاحبي على الغده الكظريه او الغده فوق الكلويه، بتفرز 3 هرمونات اسمهم السترويدز هرمون، بتفرزهم من القشره بتاعتها اسمها الادرينال كورتكس، انما اللي جوه اسمها ادرينال مضله، ودي بتفرز حاجات تانية. المهم الهرمونات دي هي اولهم الجلوكوكورتيكويد اللي هو الكورتيزون يعني، وهقول لك ليه اسمه جلوكوكورتيكويد. في برضو المينرال كورتيكويد واللي هو الالدوستيرون اللي بيتحكم في السوائل بتاعه الجسم، ومعاهم هرمونات الذكوره. المهم خلينا في الكورتيزول. الكورتيزول من اهم ادواره ان هو بيزود ضربات القلب، بيرفع مستوى السكر، وبيعالج الالتهابات. فانت دلوقتي راجع من الشغل مش شايف قدامك، تعبان مش قادر، ففجاه تقوم واخد نفسك ورايح الجيم، طبعا جاي مجهد، وبعد كده تروح الجيم يبقى فيه اجهاد عالي، كل ده بيعمل الم ووجع في العضلات بتاعه الجسم وكده. الالتهابات دي ايه اللي هيعالجها؟ الكورتيزول. الكورتيزول يقوم يعلى في الجسم. طبعا انت في الجيم هتبقى محتاج طاقه، الطاقه دي هتجيلك منين؟ من الجلوكوز. اللي هيكونه ايه؟ الكورتيزول العالي في جسمك ده هو اسمه ايه؟ جلوكوكورتيكويد. عشان كده عشان هو بيحول جلوكوز، بيجيب جلوكوز. هيجيب بقى الجلوكوز منين؟ من البروتين اللي موجود في العضلات عندك. هيروح الكورتيزول داخل على العضلات بتاعتك، يقوم مكسرها محولها لامينو اسيدز او احماض امينيه يعني، بعد كده يقوم محولها لجلوكوز عشان تستفيد بقى كطاقه. فبدل ما انت عمال بتحاول تبني عضل، انت بتخسر عضل. فعشان كده